بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز، وان شاء الله النهارده فيديو جديد عن مميزات وظيفه مضيف او مضيف الطيران. خليكم معايا، هقول لكم مميزات كتير جدا هتحببكم اكتر في الشغلانه. اهلا بيكم مره تانية. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن المميزات كلها اللي موجوده في شغلانه مضيف الطيران. هنقسم الموضوع دوت على كذا جزء، ولكن في البدايه احب اقول لكم انا حبيت ابدا بالمميزات، ما رضيتش اعمل فيديو مميزات مع فيديو عيوب، يعني ما رضيتش اعمل الاتنين مع بعض علشان ما تطلعش من الفيديو في الاخر حاسس ببالانس، ان انا يعني متضايق ومبسوط بنفس القدر، فما تحسش باي فرحه او اي موتيفيشن تخليك تشتغل على نفسك اكتر وتزود من امكانياتك عشان تشتغل الشغلانه دي. فانا قررت اعمل فيديو لوحده للمميزات وفيديو تاني للعيوب. فاللي مش عايز يكتئب ما يتفرجش على فيديو العيوب، هو مش هينزل دلوقتي، يعني لسه شويه وهينزل ان شاء الله. ولكن النهارده فقط هنتكلم في المميزات، وايه اللي يخلي مضيف طيران شغوف جدا بالشغلانه دي، وايه اللي بيخلي مضيف طيران بعد ما بيشتغل ما بيعرفش يشتغل اي شغل تاني، يعني بيفضل متمسك بالشغلانه دي لحد ما هم يستغنوا عنه او هو خلاص ما بقاش قادر يشتغل. فخلينا نبدا كده بنقاط. اولا، انت لو في شغلانه طبيعيه او في شغلانه عاديه ايا كانت هي ايه، هيبقى عندك مشكله الروتين. كل يوم بتصحى في ميعاد معين 6 7 8، يعني طبعا بتصحى الصبح، بتروح بتقابل نفس الناس، بتشوف نفس المكان اللي انت بتروح فيه، يعني عندك روتين مميت. بتخلص شغل وات ايفر بقى، انت بتخلص الساعه 3 بتخلص الساعه 5. طبعا بتختلف من شغلانه لشغلانه، ولكن الكلام ده مش موجود في الضيافه الجويه. الضيافه الجويه انت مفيش يوم زي التاني ابدا، كل ايامك بتتغير وكل مواعيد شغلك بتتغير، كل يوم برحله مختلفه. فالموضوع دوت بالنسبه لك مفيش حاجه اسمها روتين. الروتين ده هتنساه من حياتك تماما. فدي بتهيألي ميزه كبيره لناس كتير ما بتحبش الروتين. في ناس تانية شخصياتها بتحب الروتين، فبالنسبه لها ده ممكن يكون عيب، ولكن انا بتكلم عن الناس اللي بتحب الطيران، فاكيد كلهم شخصياتهم متقاربه من بعض فما بيحبوش الروتين. في حاجه كمان مهمه جدا، ان انت ما عندكش مدير. فحد يقول لي ازاي ما عندكش مدير؟ انت في سوبرفايزر في الطياره، وفي بيرسور، او في لاين تشيك انستراكتور، في كابتن، في ناس كتير اعلى منك، فانت اكيد عندك مديرين. عندك مديرين في الطياره، ولكن مش مدير بالمفهوم التقليدي، اللي هو انا كل يوم بقابل نفس الشخص اللي هو مديري. فانا لو عامل معاه مشكله النهارده، فانا عارف ان انا رايح بكره الشغل متنكد، فعشان عندي نفس المدير فاكيد هقابل نفس المشاكل اللي قابلتها امبارح وقابلها من ساعه ما بدات شغلانتي مع المدير دوت. لكن في شغلانه مضيف طيران، حتى لو انت لا قدر الله حصل لك مع مشكله مع السوبرفايزر او المدير المباشر بتاعك في الطياره، تاني يوم مش هتبقى معاه في الطياره، لانه مش هيطير معاك نفس اليوم، هيبقى في مدير تاني وبناس تانية وبناس مختلفه. ده في حد ذاته دي انا شايفها ميزه كبيره جدا، لان انت ما بتربطش بعد كده الشغل بالشخص. لان في ناس بتكره شغلها بسبب المدير او بسبب الناس اللي قاعده معاها في المكتب او معاها في الشركه. انت عندك الموضوع مختلف تماما، انت كل يوم بتطير مع ناس مختلفه غير اللي انت طرت معاهم امبارح واول امبارح ولا حتى اسبوع. ممكن تشوف الشخص ده بعديها بشهر ولا حاجه، وتكون حليت مشكلتك معاه بقى، عشان ايه؟ ما ترجعش تعيد المشكله تاني. طيب، برضو موضوع الناس الثابته، ان انت ما عندكش زمايل ثابتين في الشغل او في المكتب اللي انت قاعد فيه. كل يوم بتشوفهم، كل يوم نفس المواضيع اللي بتتكلم فيها، كل يوم نفس المشاكل اللي حد بيحكي لك عليها. واكيد اللي شغالين شغلانات ثابته دلوقتي عارفين انا بتكلم على ايه، وبيعانوا من الموضوع دوت، وحاسين بزهق رهيب من كتر ما في ناس جنبهم كل شويه يشوفوهم وكل شويه يحكي لهم نفس المشاكل. لكن في الضيافه الجويه انت ما عندكش الموضوع ده، انت كل يوم بتطير مع كرو مختلف. هم ممكن يكونوا اول مره يشوفوك، ممكن يكونوا اول مره يطيروا معاك لو انت في شركه كبيره، ممكن تبقى ما شفتهمش قبل كده خالص. فالموضوع دوت بيديك اريحيه جدا ان انت بتتعامل مع ناس جديده كل مره،
فبتنسى لو في مشاكل مع حد قديم فانت مش هتشوفه تاني. نفس موضوع المدير، يعني انت مش هتقابل نفس الناس كل يوم، ودي انا شايفها ميزه فظيعه جدا يعني مش موجوده في اي شغلانه. ودي حاجه تحفه ان انت بتغير طاقم العمل بتاعك كل يوم، دي حاجه يعني رائعه جدا. برضو انت مش بتنزل من بيتك وانت رايح بقى الشغل في الضيافه، مش بتنزل تمشي في الشارع وتستنى مواصلات لو انت ما عندكش عربيه، فمفيش مواصلات هتركبها وتتمرمط بقى في المواصلات اذا كنت بتركب باص ولا بتركب ميكروباص او بتركب حتى تاكسي او اوبر او اي مواصله. في الاخر اسمها مواصله وهتمشي في الشارع لحد ما توصل مكان شغلك. انا بتكلم كده لو انت شغال شغلانه عاديه، ولكن في الضيافه الجويه انت الشركه بتبقى ملتزمه ان هي توصلك من مكان سكنك لو هي اللي موفراه، او حتى من بيتك لحد المطار والعكس. دي ميزه ممكن تكون الناس شايفاها حاجه عاديه، ولكن دي حاجه يعني انا شايفها حاجه كويسه جدا. ان انت ما وانت رايح شغلك ما بتشغلش بالك انت رايح ازاي، ما بتشغلش بالك انت اتاخرت ازاي او ما اتاخر، لان انت مسؤول من الباص اللي بيوديك دوت. والله الباص اتاخر، هو الباص اللي متاخر مش انا. انت كل التزامك ان انت تبقى موجود وقت ما الباص يكون موجود اللي هيوديك لحد المطار، ودي ميزه رائعه يعني. طيب السفر بقى، نخش بقى في المميزات بقى اللي هي ايه الحقيقيه. انت لو شغال وظيفه عاديه وحتى كمان بتقبض كويس، تمام، خلينا نقول مش بتقبض اي كلام، لا انت في وظيفه روتينيه عاديه زي اي وظيفه وبتقبض كويس جدا كمان. كام بلد ممكن تسافرها في السنه؟ يعني انت عندك اجازات قد ايه في السنه وتقدر تستغل كام يوم من الاجازات دي؟ لان انت لو عندك 30 يوم اجازه في السنه تقدر تاخدهم على بعض، يعني ما بتهيأليش هتسافر 30 بلد، مش هتسافر 15 بلد. اتليست هتسافر، لو هتسافر انت بقى راجل معاك فلوس كتير، هتسافر 4-5 بلاد بالكتير في ال 30 يوم دول. فبالنسبه لمضيف الطيران انت شغلانتك بقى اصلا السفر، انت بتسافر وبتتفسح وممكن تنزل تقعد في بلد يوم او 2 وكل ده ببلاش. حط دي في دماغك، انت بتدفعش من مرتبك عشان تسافر، انت كده كده الشركه اللي بتتكفل بسفرك لان انت رايح شغال، وبتتكفل باقامتك في المكان اللي انت هتنزل فيه، لان انت برضو لسه على ذمه الشركه في الفتره دي، فانت كل ده على حساب الشركه، انت ما بتدفعش اي حاجه. كمان الشركات اللي بتوفر اللي اوفر ماني، يعني اللي انت بتاخد فلوس او بوكيت ماني في البلد اللي انت رايحها، اذا كان بعملتها او بعمله ثابته تانية، دولار مثلا او يورو، بتاخد الفلوس ديت. طبعا ما بتاخدهاش في وقتها، ولكن بتاخدها يعني مع القبض، فانت يعتبر اقامتك مدفوعه الاجر في اي بلد بتسافرها. فدي حاجه يعني مفيش اي شغلانه في الدنيا بتوفرها. فالسفر الكتير ده بيتهيألي طبعا كل الناس اللي بتبقى شغاله مضيفين طيران بتبقى عايزه تسافر كتير، بس خلي بالك عشان قلت لكم ما حدش يجاوب اجابه انا بحب السفر دي لما حد يسالك في الانترفيو عايز تشتغل مضيف طيران ليه. فخليكم فاكرين النقطه دي كويس. نيجي بقى للناس اللي بتموت في الشوبينج وتحب الشوبينج، انت كده جيت الوظيفه الصحيحه. فانت بتحب التسوق، تحب تشتري حاجات كتير، هي دي الوظيفه اللي انت المفروض تختارها. انت هتشوف جميع انواع المنتجات اللي انت ممكن تتخيلها وشفتها في بلدك او ما شفتهاش. المنتجات الاصليه بقى بتجيبها من بلادها الاصليه، يعني لما يقول لك دي انا جايبها مثلا من سويسرا، قول له انا رحت سويسرا وبشوفها هناك، لا مش دي، مش من سويسرا، دي اللي من سويسرا. لو انت بقى بتسافر البلد دي والبلد دي والبلد دي، تخيل انت بقى بتلم يعني بقى ايه، تذكارات وبتشتري لبس وبتشتري برفانات من البلاد المشهوره بالبرفانات والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها تديك ميزه عن اي وظيفه تانية. فما بتهيأليش في وظيفه ممكن توفر لك موضوع الشوبينج ده قد وظيفه مضيف الطيران. طبعا بقى انت لما تحب تسافر لوحدك، او انت مثلا شركتك ما بتسافرش وجهه معينه، في شركات طبعا الشركات الكبيره والشركات المحترمه بتوفر تذاكر مجانيه للكرو بتاعها، يعني تقدر تسافر برضو بطريقه مجانيه على حساب شركتك، لانها بتوفر لك عدد معين من تذاكر السفر. وفي شركات بتوفر ليك تذاكر السفر ولعيلتك كمان بتوفر لها تذاكر السفر، مش ليك لوحدك. في تذاكر بتبقى مجانيه 100%، وفي تذاكر تانية بتبقى مخفضه بنسبه 50 ل 90%. طبعا دي ارقام خصومات رهيبه، يعني اذا ما كنتش قادر تاخدها مجانيه فهيوصل الخصم ال 50 لحد 90% خصم على تذاكر السفر لاي حته في العالم. طيب انت كمان لما تحب تسافر، لو انت في شركه كبيره وشركه محترمه، الاي دي بتاعك فقط بيمثل كارت خصم، لان انت ممكن تستخدم الاي دي بتاعك في الفنادق، بتديك خصم كويس جدا لو شركتك
متعاقده مع مجموعه فنادق معينه، تقدر تاخد خصم لو شركتك متعاقده في الفنادق من النوع دوت. تيجي بقى في الشغلانات العاديه في تامين. طبعا التامين الصحي في كتير من الشغلانات بيبقى فيها تامين صحي، طبعا برضو وظيفه المضيف بيبقى فيها تامين صحي. الميزه بقى اللي مش موجوده في الشركات التانية او موجوده في الوظائف التانية، ان انت عندك تامين على الحياه. يعني تامين على الحياه دي مش موجوده في اي وظيفه تانية بتهيألي، يعني لان انت بتقابل مخاطر كتير في الطياره، مش هنتكلم عليها في الفيديو ده، احنا الفيديو ده مميزات فقط. فانت كل المميزات دي موجوده في الوظيفه دي، بلس التامين على الحياه، لان التامين على الحياه مش موجود في وظائف تانية كتير. في مميزات كتير ممكن ناس تانية تفتكرها عيوب، ممكن في ناس تختلف معايا في النقط اللي انا بتكلم فيها دي، ممكن تكون شايفه ان في حاجات كتير فيها عيوب. فعلا في حاجات فيها ممكن تبقى مشتركه، تبقى عيوب بالنسبه لناس ومميزات بالنسبه لناس، ولكن بصفه عامه المميزات بتاعت الوظيفه دي هي اللي انا قلتها لكم دي. في حاجات بتقل وحاجات بتزيد من شركه لشركه، طبعا بتفرق. كل ما شركتك تبقى اكبر ومالتي ناشونال، كل ما هتاخد مميزات اكتر وبنفيتس اكتر. يا رب اكون اديتكم كده جزء امل، عشان الناس اللي عماله تقول الوظيفه صعبه ان احنا نوصل لها. هي صعبه ان انت توصل لها، لان انت هتتبسط جدا لما تخش الوظيفه دي لو انت شخص حابب مجال الطيران. فعشان توصل لحاجه حلوه لازم تتعب في الاول. يا رب بس كده اكون اديتكم ضوء امل كده، عشان تشتغلوا على نفسكم اكتر وتقدروا تحسنوا من مهاراتكم من لغتكم عشان تقدروا تشتغلوا في الوظيفه دي. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير، سلام عليكم.